اهلا بكم في فندق جديد، فندق غريب، فندق ملوش وصف اصلا. يعني انا المفروض بصراحه مش عايز اضيع وقت ان انا افضل اتكلم عنه كتير. بصوا، اول حاجه كده انا هتكلم عن احسن حاجه في الفندق ده، وهي الموقع. بس يعني ايه؟ يعني مفيش احسن حاجه تاني، هي احسن حاجه. الموقع هو في شارع الشيراتون. الشارع دوت شارع حيوي جدا، شارع كويس جدا، كله خدمات بره، قريب من المارينا. الشارع او المكان، الموقع حلو جدا، وده احسن حاجه في الفندق. فندق زي ريجينا، فندق 4 نجوم. والفندق ده تقريبا ما فيش حاجه بتميزه. اولا تعالوا نتكلم عن الفندق من جوه. اول ما دخلنا الاستقبال حاجه صعبه جدا. مش هيحلوا لك مشاكلك بسرعه خالص. لازم تكلمهم مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه وتسعه وعشره. عدوا زي ما انتوا عايزين لغايه ما تروح لهم عند الريسبشن، تكلمهم، تعلي صوتك، يبدا يفكروا ويحلوا لك المشكله اللي عندك. وده بالظبط اللي حصل معايا على فكره. فبصوا يعني الفندق الاستقبال بتاعه 2 من 10، وده كده كرمهم. خلاص، فده الاستقبال. الاستاف تقريبا هو مغيب. انا ايه اللي جابني هنا؟ انت مين يا ابني انت؟ ده الاستاف اللي موجود في الفندق. يعني انا عايز اخلص واليوم يخلص عشان نخلص الدنيا دي. لكن ان انا عاملك كجست، يعني جاي تقضي يومين كويسين، ده مش موجود. لا فعلا الاستاف هنا غريب جدا، الاستقبال غريب، غريبين يعني. تعالوا بقى نتكلم عن البسين اللي موجود في الفندق. اولا الفندق اول ما تدخل تلاقي فيه منطقة كبيرة ورا الفندق، يعني قريبة من اللوبي وقريبة من المطعم. كلها غرف. الغرف ديت كلها على الجاردن. يعني بحاول اصور لكم فيديوهات وتشوفوها. قريبة من الجاردن، قريبة من اللوبي، قريبة من المطعم. دي الغرف القريبة. تعال ندخل جوه، عشان انت جاي اصلا للبحر والبسين. يعني انت مش جاي سفر كبير قوي عشان تقعد في الجاردن. يعني مش تحتاج حاجة، مش تحتاجه في حاجة يعني. فانت جاي عشان البسين والبحر. فعشان توصل للبسين والبحر قدامك طريق طويل تمشي فيه. تكون تعبت، تطلع الأوضة تنام، تصحى تاني يوم تشوف بقى انت جاي ليه. يعني هو تقريبا ده فعلا بجد، يعني في منطقة كبيرة قوي ما بين اللوبي الاستقبال لغاية الأوض القريبة من البسين، دي اللي سعرها أعلى. يعني احنا قلنا ناخد حاجة سعرها أعلى عشان نبقى قريبين من البسين وقريبين من البحر. بس خدنا حاجة أعلى، بس كل ما بنيجي نروح ناكل تقريبا فيها ربع ساعة مشي رايح وربع ساعة مشي جاي عقبال ما نروح. وهنتكلم في الأكل، اصبروا بس واحدة واحدة. فده تقريبا تقسيمة الغرف. هو الفكرة في ايه؟ الفكرة ان المفروض كانوا يعملوا، يعني هو فندق او منتجع كبير زي ده، يخلوا فيه كذا مطعم يخدم على كل الجيست اللي موجود. طب كل تشغيل الفندق بقى بالغرف بتاعته الكبيرة قوي ديت بيبقى في مطعم واحد. فتقسيمة الفندق نفسه تقسيمة يعني صعبة شوية. صعبة بداية من ان انت تتبسط بالبحر والبسين، ولا تبقى قريب من اللوبي والشارع والخدمات اللي بره. تقسيمته غريبة، الخدمات اللي فيه. يعني انت دلوقتي عشان، يعني انا حصلت لي مشكلة في اول يوم. كان عندي مشكلة في الخزنة فيها مشكلة والشاشة فيها مشكلة. عشان احل المشكلة ديت رنيت على الريسبشن يعني 5 6 مرات، محدش رد عليا. قمت رحت لغاية اللوبي، فده فيها نص ساعة تقريبا رايح جاي، واتكلمت معاهم وخلصت وقالوا لي حد هيجي لك. تقريبا ما حدش جالي الا بعدها بيوم. وما ما جاش من نفسه. يعني انا رحت قلت له تاني، قلت له انت بعد ما جيت لك امبارح قلت لي هبعت لك حد وما حدش جالي. فقال لي طب خلاص انا مش همشي من عندك هنا غير لما تحل لي المشكله. فحل لي المشكله ساعتها. لكن هو ايه، انت ارجع وهنبعت لك حد. تقريبا انت اول ما ترجع تنسى انت كنت رايح ليه، او انت كان ايه المشكله، او تبقى انت عندك المشكله بس انا مش لسه اروح تاني. ما خلاص بقى هعمل ايه؟ والتليفون بتاعهم هم ما بيردوش عليه. يعني هم مشغولين فما بيردوش. فده الريسبشن وده الاستقبال وده المشوار الكبير. تعالوا بقى ندخل على الاكل. البوفيه. البوفيه بصراحة من أسوأ البوفيهات اللي شفتها في حياتي.
يعني انا كنت عملت لكم فيديو عن هوايلو جاردن. هوايلو جاردن قلت لكم المميزات الكتير قوي اللي فيه والعيوب اللي فيه، اللي هو من اهم عيوبه اللي هو الاكل. هنا بقى غلب هوايلو جاردن في البوفيه، حاجه بصراحه وحشه جدا. يعني انت بتلف البوفيه كله، اولا تقسيمه البوفيه كل جزء بعيد عن بعضه بمسافه كبيره. ممكن هم يكونوا عاملين كده عشان ما يعملوش زحمه على البوفيه، بس ديت مرهقه شويه ان انت تلف تجيب، او لو معاك حد كبير في السن انه يلف يجيب الاكل اللي هو عايزه، او ال الاصناف اللي تعجبه من البوفيه صعبه جدا. طب ما تقرب البوفيه من بعض شويه، مش ما بين كل مثلا 10 متر تحط 2 سفنديش يبقى فيهم صنفين بس. طب لا، فعلا الموضوع كان مرهق قوي. موضوع في الاكل كان مرهق قوي، الاكل نفسه نوعيته مش حلوه، الكواليتي بتاعته رايحه في داهيه بجد. يعني الصبح مثلا كانوا عاملين بانكيك، جم بالليل خدوا البانكيك ده لفوه في جبنه وحطوه، هوب بيطلعوه بالليل بشكل تاني. يعني بيعملوا اكل اول مره اشوفه، يحطوا مثلا عدس اسمر على حمص على مش عارف ايه، يطلعوا شكله مش حلو، مش مريح للعين كمان. اللي فيكم يعرفني انا اصلا شيف، ده شغلتي، فانا عارف ايه اللي بيعجب الناس وايه اللي بيشد الناس بالنظر وايه. فلا الاكل، يعني انا اصلا في اهمال قوي في الاكل. انا امبارح في الشوربه بطلع الشوربه، هوريكم هنا، بطلع الشوربه لقيت حد رامي حته عضمايه باللحمه بتاعي. المفروض الشوربه بيبقى فيها قطع فراخ، هم تقريبا كسلوا يقطعوا الفراخ قطع، فقاموا رموا ورك فرخه فيها. فعلا الاكل وحش جدا، ده غير الزحمه. زحمه، يعني مثلا فراخ مشويه لازم الناس تقف بطوابير كبيره قوي قوي قوي، وعقبال ما الفراخ الاستاف مش ملاحق، مش عارف يظبط اموره ان هو يعمل كميه اكتر من فتره قبل كده بشويه، بحيث انه يكفي العدد اللي موجود. فلا الفندق فعلا مش حلو خالص. يعني لو انت بترشحه انصحك ما تجيش. يعني على فكره في نفس سعره في حاجات احسن منه بكتير، في نفس سعره في حاجات احسن منه بكتير، والخدمات فيها متاحه اكتر. فعلى فكره اللي يشوف فيديوهاتي، انا مش بتكلم على فيديوهات ان على فنادق ان هي وحشه كتير، بس فعلا ده صعب. يعني لو انت جاي هتدفع فلوس على الفاضي. فبصوا، ده بالنسبه للاكل. يعني لو انت جاي اهل نفسك ان انت هتمشي كتير، ان الهاوس كيبنج هيتعبك عقبال ما يجيب لك حاجاتك، الاستقبال مش هيرد عليك وهيتاخر قوي عليك. احسن حاجه في الفندق ده ان هو في شيراتون، شارع شيراتون، والمنطقه جنبه منطقه كويسه جدا. ندخل على البحر. البحر حلو جدا، كبحر في الغردقه. يعني الشاطئ بتاعه عباره عن جزء كده رملي، جزء فيه صخور، تدخل جوه شويه تلاقيه رملي. هو متحدد بزي 2 لسان كده او جسرين كده صغيرين، زي ما انتم شايفين كده. بحر يعني شغال كويس حلو، ده معلوش كلام كتير، معلوش كومنتات كتير، بس البحر حلو. البار في البحر شغال حلو. البار في البسين ساقع بس. لو حبيت تشرب مثلا نسكافيه او قهوه او اي اسبريسو او اي حاجه من الحاجات دي، لازم تروح على البحر او تطلع عند اللوبي تشرب هناك وترجع، واول ما ترجع البسينه تحس ان انت عايز تشرب تاني، يعني ما تشربش، تشرب حاجه ساقعه احسن. فلا الموضوع ملخبط، الدنيا محتاجه نظام اكتر، الدنيا في حاجه غلط. فتقييمي للفندق ده، لا الفندق ده مش حلو خالص. انا هفرجكم على فيديوهات، وفي الفيديوهات دي هتشوفوا كانكم بتسمعوا كلامي من جديد في كل تقييم الفندق ده. الفندق هو 4 نجوم. البسين اللي فيه لعبتين بس اكوا بارك، لعبتين مش ممتعين، يعني لعبتين تقريبا شبه بعض بس واحده متغطيه وواحده مفتوحه. والبسين بتاع الاطفال ما فيهوش اي مكان للناس تقعد فيه. يعني انت لو معاك اطفال سيب ولادك يلعبوا في الاكوا، وانت روح في حته تاني اللي مفيش قعده، يا اما تنزل معاهم بقى تقعد على جنب في الشمس مش مشكله، لكن مفيش شمسيات، مفيش اي حاجه من الحاجات دي. انا من البدايه يعني مش عارف، ما كنتش مستريح للفندق، ولما جيت عرفت ان انا احساسي كان صح. فلو عايز تصيف في غردقه ما تجيش الفندق ده. يلا اشوفكم في تقييم جديد، وهسيب لكم شويه فيديوهات تشوفوها. ولو عايز تقييم فندق جديد قولوا لي، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه
وتفعل زر الجرس، وقولوا لي عايزين تصيفوا فين ونجرب ونروح مع بعض. باي باي. جميلة حلوة قوي. تعالى بس. مش عارف. انا صورت فيديو زي ده اول ما جيت، بس فعلا الاضاءه دي، الضوء تضارب الالوان بصي بتاعت السما هو اللي تحفه.